ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد بعد غياب تقريبا شهر. غبت عنكم شهر بس ده غصب عني، لاني ببقى محتاج ان اتاكد من التطبيق قبل ما انزله. ورجعت لكم في الفيديو ده بتطبيق جديد جامد جدا جدا جدا، وتقدر تعمل منه مبالغ كتير جدا. التطبيق ده هو تطبيق لادو. بس قبل ما ابدا الفيديو معاك ما تنساش تصلي على النبي، وتنزل تحت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد. وزي ما انت شايف كده يا صديقي، هسيب لك اللينك بتاع التحميل تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت مثبت. بمجرد ما تفتح التطبيق يا صديقي هيفتح معاك بالواجهة دي. زي ما انت شايف كده بيطلب منك طريقة تسجيل الدخول، وزي ما احنا عارفين يا شباب ان في اكتر من طريقة تسجيل دخول. في طريق تسجيل دخول عن طريق الفيسبوك، وتسجيل دخول على جوجل، وتسجيل الدخول باستخدام البريد الالكتروني. بس طبعا زي ما احنا متعودين يا شباب ان احنا بنسجل دخول عن طريق جوجل، عشان لو في اي مشكلة في الحساب نقدر نحلها باذن الله. طبعا يا شباب هنختار جوجل، وهيفتح لنا الاكونتات المتاحة ان احنا نعمل بيها اكونت، وهنختار الاكونت بتاعنا. وزي ما انتوا كده شايفين يا شباب هنختار الموافقة والمتابعة. تمام يا صديقي؟ تمام. بيفتح معاك يا صديقي بالواجهة اللي انت شايفها قصادك دي. بيطلب منك انك تحط صورة واسم، وزي ما انت شايف كده يا صديقي الجنس بذكر وأنثى، وتاريخ الميلاد زي ما انت شايف كده يا صديقي. وطبعا زي ما احنا عارفين يا شباب ان في تطبيقات الدردشة بنختار ان الاكونت يبقى انثى، علشان اكونت الانثى بيكسب ضعف اكونت الذكر. فزي ما احنا متعودين يا شباب بنختار ان الاكونتات تبقى انثى. تمام تمام. وخلينا نحط صورة الملف الشخصي. زي ما انتوا شايفين كده يا شباب، بعد ما حطينا الصورة خلينا دلوقتي نختار ايه الاسم، وخلينا نكتب اي اسم عادي عشوائي زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي في خانة تاريخ الميلاد، فخلينا نخلي تاريخ الميلاد تقريبا في العشرينات، فخلينا مثلا نختار 1998 عادي. لو سبتها 2000 برضه يا صديقي مفيش مشكلة. ودلوقتي يا شباب هندوس على كلمة انهاء. زي ما انتوا شايفين كده دخلنا على الواجهة دي، فهنقول له السماح، وبعدين هنقول له تخطي. وزي ما انتوا شايفين كده يا شباب بعد ما بتدوس تخطي بيحولك لكود الدعوة. طبعا كود الدعوة ده يا شباب هسيبهولك تحت في اول كومنت مثبت وفي صندوق الوصف. وهندوس استمرار. وزي ما انت شايف كده يا صديقي هنقول له اثناء استخدام التطبيق خلينا نلغي الواجهة دي. وزي ما انت شايف كده يا صديقي فتحت معانا بالواجهة دي. وخلي بالك يا صاحبي عشان المزرعة دي مهمة، وهقولك بعدين المزرعة دي مهمة في ايه، بس ركز معايا يا صديقي واحدة واحدة. فخلينا نعمل جمع وهنرجع لك تاني. دلوقتي يا صديقي هندخل على رمز الشخص اللي على الشمال، وبيقولك اكمل الملف الشخصي، وده هيزود ظهورك بنسبة 276%. فهندوس إكمال. تمام يا شباب. زي ما انت شايف كده يا صديقي بيقولك ألبوم شخصي هيضيف لك بلس 15 حبة فاصوليا. وطبعا يا شباب حبات الفاصوليا دي هي اللي بنقدر نربح منها من التطبيق. تمام. وزي ما انت شايف كده يا صديقي بيطلب منك شوية معلومات عنك، فخلينا نخلص المهمات دي ونرجع لكم تاني. وزي ما انتوا شايفين كده يا شباب نكون ملينا البيانات. وطبعا رقم الواتساب ده يا شباب احنا بنختار اي رقم عشوائي مش موجود في الوجود، ما يكونش ليه علاقة بينا خالص، عادي بتحط اي رقم وهمي. بس اهم حاجة يا صديقي قبل ما تحط اي رقم اتأكد على الاقل ان هو مش شغال او غير موجود بالخدمة، عشان ما نرضيش حد تاني، وخصوصا لو كان فعلا رقم بنت حقيقي فبلاش نعمل حركة زي دي. فاختار اي رقم مش موجود، رقم عشوائي. طبعا يا شباب زي ما انتوا شايفين علامات الاهتمام دي كل ما بتزيد كل ما الاكونت بتاعك يبقى متشاف يا صديقي. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتدوس على علامة الزائد،
وبتختار يا صديقي الخانات دي، تختار اي حاجة قدامك زي ما انت شايف كده يا صديقي، بتختار عشوائي وزي ما انت عايز تختار يا صاحبي بتختار. تمام. بعد ما بتكمل المهمات بيفضل يلففك المهمات دي تاني من الاول، فانت كل اللي عليك ان انت بتطلع تدوس اكس من فوق. وزي ما انتوا شايفين كده يا شباب، نسبة الإكمال 92%، ودي نسبة كويسة جدا 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 يا شباب. فخلينا نطلع، وزي ما انت شايف كده يا صديقي، وبصراحة أنا استغليت وعملت على خطوة التوثيق. عملت خطوة التوثيق، وطبعا خطوة التوثيق دي يا شباب اللي ما بيعرفش يعديها انزل ابعت لي في قناة التليجرام علشان اعرفك ازاي تعدي من خطوة التحقق دي. تمام يا صاحبي؟ تمام. خلينا دلوقتي بقى نطلع، وزي ما انتوا شايفين كده يا شباب عملات الفاصوليا بدأت تزيد معانا، بقت 95. وحبيت اقول لك يا صديقي الربح عن طريق عملات الفاصوليا. فانت دلوقتي هتيجي تدوس على كلمة الدخل اللي هي دي زي ما انت شايف كده. تمام يا شباب. وزي ما انتوا شايفين كده يا شباب جايب لك هنا مستوى المضيف، وده بيبدأ يتحدد عن طريق شغلك او شغلك في التطبيق. كل ما تكون متفاعل او متفاعلة في التطبيق بتبدأ تعلى في التصنيف. وطبعا كل ما بتعلى في التصنيف كل ما الحساب بتاعك يبقى متشاف وتقدر تربح اكتر واكتر من التطبيق. تمام يا صديقي. وده طبعا بيعتمد على نسبة الظهور وسرعة الرد على الرسائل واكمال الملف الشخصي والتحقق. فندوس دلوقتي يا شباب على التفاصيل، ومن هنا بيفتح معاك خانة السحب. زي ما انت شايف كده يا صديقي اقل مبلغ تقدر تسحبه هو 24 جنيه، وده بيكون عبارة عن 1750 حبة فاصوليا. تمام يا شباب؟ تمام. وطبعا زي ما انت شايف كده يا صديقي التطبيق فيه بيبدأ من اول 24، وفي 48 و480 و960 لحد 24 ألف جنيه يا شباب تقدر تسحبهم من التطبيق. في حاجة كمان يا شباب أحب أقولها لك قبل ما نطلع من هنا، وعشان ده ما تخسرش الحبات الفاصوليا اللي هتجمعها، بلاش تدخل على تبديل المسات نهائيا. لو جيت على خانة تبديل المسات يا صديقي انت هتحول الفاصوليا لمسات، والمسات دي اللي بتدعم بيها، فانت كده هتبقى خسرت المكسب بتاعك في سبيل اللا شيء. فنصيحة مني يا صديقي اوعى تيجي على خانة تبديل المسات. طبعا يا صديقي بمجرد ما بنطلع زي ما انت شايف كده بنطلع بنشوف ان رسائل بدأت تزيد معانا يا صديقي. فخليني اوريك طريقة الرد على الرسائل. زي ما انت شايف كده هو عشان احنا كنا بنكمل الملف الشخصي والرسائل دي كانت بتجيلنا وما ردناش عليها، فزي ما انت شايف كده يا صديقي الرسائل لما بتطول وما بتردش عليها بيجيلك كلمة انتهت مهلة المكافأة. فعشان كده يا صديقي بقولك خليك سريع على التطبيق علشان تقدر تربح. بس طبعا مش هنهمل الرسائل دي يا صديقي، خلينا نرد عليها عشان تجيلنا رسائل غيرها. تمام يا صديقي؟ تمام. فمش هنسيب رسالة غير لما نرد عليها. وزي ما انت شايف كده يا صديقي ادي رسالة جت بيقولك الرد تقدر تكسب عملتين فاصوليا، وزي ما انت شفت رديت عليه حصلت على مكافأة 80% من المكافأة، ولما يرد هناخد ال20% الباقيين. تمام. وزي ما انت شايف كده يا صديقي فوق بيقولك بعد الرد من الطرف الآخر، وزي ما انت شايف كده يا صديقي فوق مكتوب 24 لكل رسالة، وبعد كده بتزيد 40 لكل رسالة، وبعد كده بتزيد تاني 50 لكل رسالة. وده يا صديقي بيبقى بناء على درجة العمق في المحادثة، يعني كل ما تتكلم معاه أكتر كل ما عدد حبات الفاصوليا اللي بتكسبها من نفس الدردشة بتكتر. تمام يا صديقي؟ تمام. أنا دلوقتي يا صديقي وريتك طريقة الرد على الرسائل، وادي كمان رسالة خلينا نرد عليها.
وزي ما انت شايف كده يا صديقي بدأت المسات تزيد. زي ما انت شايف كده يا صديقي في حاجة تحت كده منورة بيقولك ادعوا الأصدقاء للحصول على 24 جنيه. دي يا صديقي لما بتدوس دعوة بيفتح معاك الخانة دي، ومن هنا يا صديقي بتقدر تاخد كود دعوة خاص بيك انت. لما بتدعي شخص تاني تحتيك بتاخد عليه 24 جنيه، والشخص ده لما بيدعو حد تاني تحتيه بيبقى نسبتك عليه 14 جنيه. وزي ما انت شايف كل شخص بيدعو شخص انت بتقدر تكسب من وراهم، فبتقدر تعمل برضو مبالغ عن طريق الدعوات يا صديقي. يعني التطبيق كده معتمد على الرسائل والغرف الصوتية وعن طريق دعوات الأصدقاء يا صديقي زي ما انت شايف. زي ما انت طيب في حاجة كمان يا شباب احب اوريها لك. زي ما انت شايف كده طبعا الرسالة دي انتهت، فخلينا نرد كده رد بسيط هلا وغلا. زي ما انت شايف كده يا صديقي بيقولك الرسالة التي ارسلتها بسيطة للغاية. طبعا دي لازم تكون الرسالة طويلة شوية، تقريبا حوالي مثلا 15 حرف. فخلينا مثلا نقول هلا وغلا وكراتين حلا. وزي ما انت شايف كده يا صديقي اتبعتت من غير اي مشاكل. فانت لو كتبت كلمة صغيرة وما اتبعتتش معاك ما تتخضش، انت بس زود كلمة كمان وهتتبعت بكل سهولة. في حاجة كمان يا صديقي أحب أوريها لك وقلت لك هقولها لك في الفيديو. دي يا صديقي المزرعة دي زي ما انت شايف كده يا صديقي بتقدر تجمع منها السبايك الذهب، ودي بتقدر ترقي بيها المزرعة. وكل ترقية في المزرعة بتقدر تكسب منها تقريبا 50 حبة فاصوليا. وزي ما انت شايف كده يا صديقي كل 9 ثواني بتجيلك حبات الفاصوليا، وتقدر تربح من هنا. كل ما تعمل ترقية كل ما الرقم بيزيد يا صديقي أكتر وأكتر. يعني هو دلوقتي 20، لما هنرقي هيزيد وهكذا وهكذا. فخلينا نسحب مرة كمان وأوريك يا صديقي طريقة الترقية. زي ما انت شايف قصاد عينيك يا صديقي بعد ما جمعنا 90 هو قالك طور الحديقة لتحصل على 48 قرش. زي ما انت شايف كده يا صديقي بعد ما رقينا حبات الفاصوليا زادت وفتح لنا خانة كمان والسبايك بقت 120. وزي ما قلت لك يا صديقي كل ما بترقيها كل ما بتقدر تكسب منها اكتر واكتر. يعني في ناس اصلا شغلها على التطبيق انها تفضل قاعدة هنا في المزرعة ترقيها وتكسب من حبات الفاصوليا اللي بتيجي. وزي ما انت شايف كده يا صديقي تقريبا كل دقيقة. زي ما انت شايف كده تحت يا صديقي لو ما جاتلكش رسايل بتقدر تبعت رسايل للأشخاص اللي فاتحين. بتقدر تبعت لهم رسايل زي ما انت شايف كده عشوائية وبتستناهم لما يردوا عليك. وزي ما انت شايف كده يا صديقي بمجرد ما بتبعت الرسايل تحت بدأت تزيد قصاد عينيك. تمام يا شباب؟ تمام. وطبعا زي ما انت شايف كده يا صديقي في الملف الشخصي بيقولك تسجيل الدخول، وده برضو بتقدر تكسب منه على مدار الأسبوع. كل ما بتفتح بشكل نظامي بتقدر تكسب من التطبيق. تمام يا صديقي؟ تمام. زي ما انت شايف كده يا صديقي الرسائل جت تحت، فخلينا ندخل على الرسائل وأوريك. ده يا شباب كان بعت رسالة وبعتنا له رد عليه. زي ما انت شايف كده يا صديقي بقى الرد على الرسالة بقى ب10 حبات فاصوليا زادت يا شباب. ما بقتش 2 دي لأول رسالة فقط من الشخص، ومجرد ما بيرد عليك بتبدأ تزيد. وزي ما انت شايف كده كسبت منه 8، والرد على الرسالة كسبنا +9 من الدردشة. تمام يا صديقي؟ تمام. خلينا دلوقتي يا صديقي اشتغل شوية على الرسائل وارجع لك اول ما اجمع مبلغ السحب. وبكده يا شباب بعد ما نكون جمعنا تقريبا 1700 عملة وكده ناقص لنا تقريبا 50 عملة، 50 حبة فاصوليا عفوا، عشان نقدر نسحب اول سحب من التطبيق. وزي ما قلت لكم يا شباب ادي المزرعة بعد ما رقيناها زي ما انت شايف كده يا صديقي بقى المكسب منها 24,900 سبيكة ذهب.
وزي ما انت شايف كده يا صديقي كل ما بترقي كل ما بتكسب اكتر. فخلينا ندوس قصاد عينيك جمع، وزي ما انت شايف كده يا صديقي بيقول لي الترقية، فخلينا ندوس الترقية. ومجرد ما رقيناها يا شباب زي ما انت شايف كده بقى 1753 حبة فاصوليا. وكده نقدر نسحب أول سحب من التطبيق، وتعالى أوريك نسحب إزاي. وزي ما انت شايف كده يا صديقي الرسايل مفيش أكتر منها، بس انت الحق رد على الرسايل. فخلينا ندخل دلوقتي على حبات الفاصوليا، وبعدين زي ما انت شايف كده يا صديقي ظاهر قدامنا ان احنا جمعنا 1750، وطبعا اقل نسبة سحب 1750 دول ب24. وزي ما انت شايف كده يا صديقي تقدر تسحب عن طريق فودافون كاش، وبيقول لك الرسوم 48 قرش. تمام يا صديقي تمام، بس في هنا اختيارين، في الاختيار اللي بالانجليزي وفي الاختيار الناحية التانية اللي بالعربي. فاحنا خلينا في الاختيار اللي بالعربي اللي على الشمال. تمام يا صديقي تمام. خلينا نحط البيانات ونرجع لكم تاني. وبكده يا شباب بعد ما حطينا البيانات بتاعتنا، الرقم اللي متسجل عليه محفظة فودافون كاش والرقم اللي متسجل بيه المحفظة، وتحت بيطلب منك يا تضيف تليجرام او رقم واتساب عشان لو في اي مشكلة يقدروا يتواصلوا معاك. فممكن هنا تحط رقم الواتساب بتاعك، وده ما بيظهرش على الحساب، ده يا صديقي بيكون مربوط بالحساب بتاعك، يعني السيستم بس اللي بيقدر يبعت لك عليه. فهندوس نعم، وزي ما انت شايف كده يا صديقي بيقولك تم الارسال بانتظار مراجعة البيانات، من المتوقع وصولها من خلال من 72 ل 120 ساعة، يعني تقريبا في خلال 3 ايام هيكون وصل لك السحب يا صديقي. والسحب ذاتي يا صديقي زي ما انت شفت كده تقدر تسحب بنفسك من التطبيق. وطبعا يا شباب مش هقدر انزل لك اثبات السحب هنا عشان سياسة اليوتيوب ممكن تحظر القناة، فهنزل لك ده على قناة التليجرام، وهسيب لك اللينك بتاع قناة التليجرام تحت في صندوق الوصف واول كومنت مثبت. ما تنساش تنزل تشترك في قناة التليجرام عشان لو واجهتك اي مشكلة نقدر نحلها سوا بإذن الله. وبس يا سيدي، وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وسلام.